السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير حسب ما الفيديو يوصل لكم، على كل إخواتنا وحبايبنا في مصر وكل إخواتنا وحبايبنا خارج مصر. سموا بالله ووحدوا الله وصلوا على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو النهارده من عند البط المسكوفي والانواع البط اللي عندنا، عشان الناس اللي دخلت القناه جديد نوروني وشرفوني وكل متابعينا على راسنا. الانواع اللي عندنا مسكوفي ار 41 وبيور فرنساوي. طبعا انتوا عارفين ان انا بعالج 3 بطات مكتفين ومتابعه الفضلات بتاعتهم. الفضلات بتاعتهم كانت من حوالي 5-6 ايام كده كانت بيضه وكانوا مكتفين رقبتهم. دلوقتي تابعت الفضلات لقيتها مخدره شويه بس ماسكه نفسها، يعني الحمام بدا يتعدل ماشي، بس هي التكتيفه خفت بس لسه شويه. فالدكتور قال لي انت اديتي يومين يا ام مصطفى، لو الجرعه بقيتها عندك اتفوتي يوم ودي يوم كمان. المهم انا اديتهم السبت واديتهم الاثنين واديتهم الاربع، يعني بدي يوم وفوت يوم، بدي يوم وفوت يوم. النهارده كان اخر يوم للجرعه. قال لي هم المفروض كانوا يومين، قال لي زودي يوم كمان وشوفي لو ما فيش نتيجه برضو عرفيني. عايزه اقول لكم البطه اللي في النص دي كانت متكتفه واللي جايه دي كانت متكتفه، بس ايه الدنيا فكت معاهم شويه. يعني البطتين اهم الصغيرين اللي ورا ده. اللهم صل عليك يا نبي. بصوا حبايبي، شفتوا البطتين الضعاف دول ايه اللي هم هي دول. ما هي واحده قدام خالص اهي دي كانت مكتفه فكت، واللي وراها برده كانت مكتفه شويه، يعني الدنيا راقت شويه. في واحده بقى في الاخر خالص هناك اهي نايمه، مش عارفه بقى لسه شويه عايزه اشوفها، بس انا حاسه ان هي لسه شويه بس برده هنشوف. بصوا دي بالتكتيفه يعني حاجه بسيطه برده اهي، بس عايزه اقول لكم هي الدنيا فكت شويه برده، يعني هي الدنيا فكت شويه. بس عايزه اقول لكم والله يا جماعه سبحان الله بياكلوا وبيشربوا ومفيش اي حاجه، يعني بياكلوا وبيشربوا، بس هي التكتيفه فكت شويه في 2. الثالثه بقى اللي قدام خالص دي لو انتوا لاحظتوا هم ورا بعض الثلاثه، هم 2 اللي ورا الدنيا فكت شويه معاهم، وفي واحده قدام خالص اللي هي عند الاوضه اهي لسه شويه بس بتاكل وبتشرب لسه شويه. المهم احنا برضو عملنا اللي علينا، وهو قال لي لو الدنيا ما رقتش معاهم قوي برضو بتعالي ممكن اديكي حاجه تاني. والله انا دي يعني انا جبت قبل كده علاج على السائل على الميه، وادي لغايه الحقن جبنه، ولسه بقى لو ما الدنيا ما فكتش كمان بعد الحقنه دي الجرعه اللي انا اديتها لهم النهارده هروح للدكتور تاني. طبعا انا كنت حاطه لهم علف خلطه كلوها، وطبعا العلف كده خلص من عندي، فانا جبت النهارده. كنت انا بقول لكم الكلام ده بناء ان انا كنت عند الدكتور امبارح، كنت بجيب علف وبجيب حاجات اجهزها عشان اعمل خلطه لهم. طبعا هم خلصوا الخلطه اللي كانت عندهم، وتعالوا بقى نقول لكم احنا جبنا ايه من عند الدكتور النهارده. بصوا جايبه فرقه اهي. طبعا الدكتور اللي انا بجيب منه البط المسكوفي المكتب الجديد، يعني بجيب منه الفراخ البيضه، للاسف ما عندوش علف نماء. علف نماء ده عند المكتب القديم، وعنده انواع اعلاف كتير بس ما عندوش نماء. فالحاجه الوحيده اللي بجيبها من المكتب القديم العلف النماء هو اللي عنده. المهم انا رحت عنده جبت رده، الشكاره دي فيها رده هوريها لكم دلوقتي، وجبت شيشه خشنه وجبت صدف وجبت سن فوق. طبعا هنبتدي كده الاول. طبعا جبنا اللهم صل على سيدنا محمد، دي يا جماعه رده هوريها لكم، رده خشنه، دي رده اهي، رده خشنه جايباها للبط. بس طبعا انا لما باجي بعمل الخلطه، باجي اعمل خلطه للبط بقلب كل حاجه من عدا الرد. ليه بقى؟ لان الرده مش هينفع اقلبها مع الخلطه، بجيبها بالطلب وانسمها بشويه ميه واقلبها على الخلطه اللي انا عاملاها، لان الرده ناشفه وهتنشف زور البط وكل شويه يعوز يشرب ميه كتير. فلازم اما انت تعملي خلطه للبط زي كده تقلبي كل حاجه من عدا الايه، من عدا الرده الوحيده اللي هتجيبيها ببوله لوحدها وتروحي مقلباها تنسميها بشويه ميه عشان تبقى طريه على زورهم يقدروا حتى يبلعوها ما يتنشفش ريقهم، وتحطيها على الخلطه اللي انت عاملاها. فطبعا الحاجه الوحيده اللي انا هسيبها زي ما هي كده اللي هي الرده. ماشي معاكي ايه بقى يا ام مصطفى؟ جايبه اهو شكاره علف بحالها شكاره لسه فاتحاها حالا اهو، شكاره علف سوبر 21%. شكاره علف لسه فاتحاها، وجايبه شكاره دشيشه اهي 25 كيلو. شكاره العلف يا جماعه ب 543 جنيه، وشكاره الدشيشه ب 330 جنيه، عشان الناس اللي هتسال على اسعار الحاجه. شكاره الدشيشه اهي، دشيشه خشنه ماشي. وجايبه وعندي بتاع 15 كيلو عيش ناشف عندي 15 كيلو عيش ناشف منشفاه طبعا وايه وعاملاه في المدشه.
فرماه في المدشه زي ما انتم شايفين كده، بصوا في المدشه اهو. ومعايا اللهم صل على النبي جايبه 5 كيلو سن فول. دي بقى اللي انا بنقول لكم، السن الفول دي اللي انا بقول لكم بيسمن. الناس بتستعمله اعزكم الله للعجول، واحنا بنستعمله للفراخ البيضاء. دي يا جماعه سن الفول. لو انت عندك فراخ بيضاء وعايزه تجيبي سن الفول ده، بس الفراخ البيضاء من عمر 30 يوم. سن الفول ده بياخدوه من عمر 30 يوم. ولو هتحطي للفراخ البيضاء 100 جرام على الكيلو العلف، لانه حامي جدا والبروتين بتاعه عالي جدا. ف100 جرام بس على الكيلو علف للفراخ البيضاء. دي يا جماعه سن الفول اللي عامل زي بتاع الطعميه بس مكسر. سن الفول اللي بيعملوه منه الطعميه بس مكسر زي ما انتم شايفين كده. طبعا سن الفول ده انا جايبه 5 كيلو اهو. الكيلو ب 28 جنيه ونص. سن الفول الكيلو ب 28 جنيه ونص. ماشي فيه بقشره، بس ابو قشره طبعا 25 جنيه ملوش فايده. ده احسن منه، فرق بسيط، بس انت بتجيبي حاجه نظيفه للبط بتاعك. طبعا معايا ايه بقى؟ جايبه شكاره صدف اهي، لسه فاتحاها حالا. بس هفتح مغلباني ليه اهو يا جماعه. بصوا على فكره انا عندي برضو بقيت شكاره قديمه هوريها لكم دلوقتي اهو. بصوا دي يا جماعه صدف اهو، دي صدف بتاع البحر اهو. نطلع بس كده ايه شويه نوريهم لكم. دي يا جماعه صدف اهو. صدف دي ممتاز جدا جدا. الفراخ البلدي لو انت عندك البيضه بريشت او نقص كالسيوم ممتاز جدا. احنا جايبينه برضو للافتراس، احنا جايبينه للبط زي املاح معدنيه وكالسيوم كده، وللافتراس ممتاز جدا جدا يا جماعه. كالسيوم كده طبيعي للبط وبيحافظ على البط من الافتراس انا جايبه الشكاره دي 5 كيلو ب 20 جنيه. الشكاره دي بصوا لسه والله فاتحاها حالا اهو. جايبه الشكاره دي 5 كيلو ب 20 جنيه. ماشي. هاتيها ايام كده بقيه الشكاره الثانيه، والله بقيه الشكاره الثانيه هناك اهي. هاتيها كده بتاع الصدف دي. بقيه الشكاره الثانيه برده كان عندي، بس دي انا هحطها كلها على الخلطه دي كلها للبط. وبقى عندي بقيه شكاره برده اهي ما بخلاش منه، على طول بجيبه اهو. دي كنت جايباها برده يا جماعه اهو، برده نفس الشكاره اهي، بس بحط منها للفراخ البلدي. بحط ايه حفان بحفان كده على الخلط لما باجي اديهم اهو. نفس الكلام اهو. الشكاره 5 كيلو، الكيلو واقف في الشكاره ب 20 جنيه ب 4 جنيه. الكيلو واقف في الشكاره ب 4 جنيه، الشكاره كلها ب 20 جنيه، يعني ال5 كيلو ب 20 جنيه. او توفير التوفير، بس حاجه بقى بالصلاه على النبي. طيب اللهم صل عليك يا نبي. هنعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ وطبعا معايا كيس ملح. فين الكيس الملح؟ اللهم صل عليك يا نبي. دي احنا كده هنركنها للفراخ البلدي، كفايه علينا شكاره حلال. معايا كيس ملح كبير اهو، هقلبه على الخلطه دي كلها زي تحديقه كده. برضو بنحافظ على الايه البط من الافتراس، يعني برضو حاجه تكمله غذائيه مع الصدف زي تحديقه كده. برضو بتخلي زي الاملاح المعدنيه كده، بس دي حاجه من المطبخ من عندك. في بقى انت لو انت عايزه تجيبي املاح معدنيه وكالسيوم مع الميه هتجيبي الديكالفوس. لو انت عايزه تجيبي املاح معدنيه وكالسيوم هتجيبي اللي هي الديكالفوس. تحطي على الميه معلقه على لتر ميه مرتين 3 في الاسبوع. بس احنا برضو لازم على العلف نكون محرصين. ملح طعام بنحط، صدف بنحط، نجهز حاجتنا تبقى الخلطه بتاعتنا كامله متكامله. دي بقى خلطه البط ممتازه جدا جدا جدا. ويا ريت الناس ما تجيبش خلطه البط اللي بتبقى جاهزه، لان بيبقى فيها علف شعبي، بيبقى فيها حاجات رخيصه. بتبقى هي اصلا ثمنها 500 جنيه ولا 400 جنيه، حاجه رخيصه، بس بيبقى العلف اللي فيها شعبي ويبقى الحاجات اللي فيها مش كويسه. اما انت تجيبي الحاجه وتعمليها على ايدك لو بكميات صغيره احسن لك انت. يعني انت لو بتجيبي الحاجه زي كده تعمليها على ايدك، انت عارفه جايبه علف ايه وجايبه شيشه ايه وهتحطي ايه وتظبطي ايه، يبقى انت احسن لك لما تعملي الخلطه انت في بيتك على ايدك. المهم سموا بالله وصلوا على رسول الله. وهنفضي الحاجه دي قدامكم حاجه حاجه كده بما يرضي الله. بصوا بقى انا معاكم خطوه بخطوه وواحده واحده. اول حاجه فضيناها شكاره العلف كلها يا جماعه. العلف اساسي في تربيه البط، في تربيه فراخ بلدي العلف اساسي. وبالذات لما انت هتكوني هتسمني العلف اساسي. ما تقطعوش العلف من البط يا جماعه، لان هو بيبقى اصلا بيعمل مشكله. لما يعني اكتر حاجه بتعمل مشكله وبتعمل افتراس ان انت بتقطعي العلف. الحاجه الوحيده اللي بتتسبب ان بيبقى البط عنده افتراس وبياكل في بعضه ان انت بتقطعي من عنده العلف، او بتحطي بكميه بسيطه، او بتحطي كميه بسيطه خالص. لا يعني انا جايبه شكاره علف 25 كيلو زيها زي شكاره الدشيشه، والحاجه كلها التانيه بسيطه، مع ان سن الفول زيه زي العلف واقوى كمان. يعني عايزه اقول لكم ان سن الفول ال5 كيلو دول، حد هيقول لي مش هيصدقني في كلمتي دي، مش هيصدقوني والله. عارفين ال5 كيلو سن الفول اللي انا جايباهم دول بمقام شكاره علف، اقوى وبروتين اعلى، البروتين بتاعه اعلى من العلف.
بصوا بقى، يعني انا بقول لكم الحقيقه بس ما تقطعوش يا جماعه. بصوا بصوا البط لما لقاني بفضي العلف، لازم العلف، لازم العلف اللي هينطر معاك البط واللي هيأسس البط واللي مش هيخلي البط ياكل في بعضه، لازم العلف يتحط مع اي خلطه انت عايزه تعمليها. بصوا المسكوف ده خرج، بصوا سبحان الله لازم اكون عارفين شكله. سموا بالله وصلوا على رسول الله. هنحط بقى الدشيشه كده. تاني حاجه فضيناها على العلف الدشيشه اهي. الناس بقى اللي عايزه تعمل الخلطه الصح للبط، او بتسميني بقى بط زي كده، هي دي الخلطه. انا ما رضيتش اعملها من ورا الكاميرا، وممكن اخد حفان واوريها لكم واقول لكم دي عباره عن ايه وايه وايه. لا انا بفضي قدامكم وبعملها قدامكم، لاني الناس بقى اللي عايزه تسمن حاجه نضيفه على رمضان، الخلطه دي ما فيش احسن منها. دي تاني حاجه. تالت حاجه العيش اهو. يبقى احنا كده فضينا العلف والدشيشه وادي العيش. ادي رابع حاجه سن الفول، وادي رابع حاجه حطيناها سن الفول. معانا ايه بقى؟ شكاره الصدف اهي، هفضيها قدامكم. بصوا شكاره الصدف اهي، فضيتها قدامكم اهي. دي شكاره صدف 5 كيلو يا جماعه، عشان الناس اللي بتسال في التعليقات الكيلو بكام؟ الكيلو من غير الشكاره الكيلو ب5 جنيه. يعني لو انت رايحه تشتري وهتجيبيه كيلو بكيلو، الكيلو ب5 جنيه. لكن لو انت خدت الشكاره على بعضها اوفر لك، انت بتقف عليكي ب20 جنيه. ال5 كيلو ب20 جنيه، يعني الكيلو واقف في الشكاره ب4 جنيه. هتجيبيه خارج الشكاره قطاعي هتجيبيه ب5 جنيه. معانا بقى ايه؟ معانا كيس الملح اهو. اهو معانا كيس الملح زي ما انتم شايفين اهو. مع الحاجه دي كيس الملح اللهم صل على النبي حطيناه. خلي بالكم ما تنسوش ان احنا معانا رده، ما تنسوش ان احنا معانا رده، بس الرده هتتحط بالطلب. الرده انا وريتها لكم اول حاجه، الرده انا وريتها لكم اول حاجه. الرده هتتحط بالطلب، لان الرده مش هينفع احطها مع الخلطه دي. الناس اللي بتغلط الغلطه دي بتحط الرده مع الخلطه اللي هي بتعملها وتيجي تبل الخلطه كلها ميه. لا، الحاجه الوحيده اللي بسيبها لوحدها الرده. يعني انا دلوقتي اعمل الخلطه دي واعبيها مثلا في شكاير، هاجي بقى احط للبط، هجيب الاول في بوله فاضيه شويه رده، انسمهم بشويه ميه واروح مقلبه عليهم الايه، مقلبه عليهم دي. مش عشان ما دعجنش الدنيا، ده يا دوبك بس انسمها كده اخليها مفرفطه، مش اعجنها. لا انا مش خلي بالكم البط والحاجات اللي هي بتاعت التسمين دي بتحبش الاكل كله ميه يا جماعه، لان الاكل لما مبلول كله ميه يبقى انت كده ما عملتيش حاجه. بيجي لهم ديدان وبيجي لهم اسهالات. الاكل المبلول بيعمل ديدان وبيعمل اسهالات. احنا عايزين الخلطه بتاعتنا مفلفله كده والحاجه بتاعتنا كويسه. يا دوبك هننسم بس الرده. وبعدين الرده يا جماعه مش بتزود، الرده دي كل اللي هي بتعمله او كل اللي هي مثلا العامل الاساسي بتاعها مع البط ان هي بتساعد على طلوع الريش، لكن هي مش بتزود. احنا بنحط كميه بسيطه عشان بس تساعد على طلوع الريش، بس بتخلي الريش ينمو. لكن الخلطه دي هي كفيله بقى ان هي تزود وزن عجول. هنقلب بقى كل الحاجه دي زي ما انتم شايفين كده ونعبي في الشكاير. بصوا بقى، اهم حاجه ان انت تعملي خلطه، والاهم الاهم الاهم ان انت تقلبيها صح. لازم كل حاجه تاخد من كل حاجه. انت حطيتي كام حاجه اهو، لازم تقلبيها صح. يعني انا قلبت النص من لميتي كده خالص، ورجعت رحت ورا هناك كده قابلت النص دي بالنص ده، مسكت كله من تحت لفوق قلبتها بما يرضي الله بالايه سكينه المعجون دي. لازم تقلبي. بصوا انا بدخلها من جوه زي كده اهو، وباخدش من النص ومن هنا ومن الجناب كلها. لازم تقلبي الخلطه كويس عشان كل حاجه تاخد من بعضها اهو. هنمسك اي حبه حاجه كده، هيجي في ايدنا ايه بقى؟ بصوا بقى اهو، جه في ايدنا عيش اهو، جه في ايدنا سن فول اهو. بصوا سن الفول اهو، علف وعيش وسن فول، واللهم صل على سيدنا محمد. علف وعيش وسن فول، وايه تاني؟ وتشيشه. علف وعيش وسن فول وتشيشه. اكيد برضو هنلاقي ايه؟ هنلاقي صدف اهو. بصوا الصدف اهو، بس هو مش باين عشان برضو فيه مبيض. بصوا يا جماعه الصدف، بصوا اهو، وممكن ما يبانش معايا عشان فيه مبيض، يبقى ابيض زي كده، ممكن ما يبانش في وسط العيش. بصوا اهو، هو اصلا الصدف اسمر اسود، بس فيه كده وفيه كده اهو، في غامق وفي فاتح زي ما انتم شايفين كده اهو، في غامق اهو وفي فاتح، مش كل الصدف زي بعض. فاحنا لو جينا قلبنا كده وبصينا مثلا للصدف هنلاقيه موجود بس ابيض اهو. بصوا اهو، هو اللي في النص اهو يا جماعه، هو ده الصدف. فلازم تقلبي التقليبه بتاعت اللهم صل على سيدنا محمد. الخلطه اللي انت عاملاها صح كده. احنا قلبنا الخلطه كلها وهنعبيها. هنعبي بقى الخلطه دي كلها كده، هنشوف هتاخد شكاره 2. وزي ما قلت لكم في رده تاني وتالت ورابع، بس الرده سبتها لوحدها، هنستعملها لوحدها وبعد كده هنقلب عليها العلفه.
اللي هي الخلطه اللي احنا بالطلب يعني. سموا بالله وصلوا على رسول الله. هنعبي بقى الخلطه دي ونرجع لكم تاني. بصوا بقى، اللهم صل على النبي. الرده الشكاره بتاعتها طويله قوي، شكاره كبيره، فعشان هي الشكاره طويله بتاعت الرده فانا نقلتها في شكاره من عندي فاضيه اهي. دي الرده يا جماعه، نقلتها في شكاره فاضيه وقصيره عشان تسهل عليا ان انا اجيب بسرعه. ماشي. طبعا الخلطه زي ما انتم شايفين اهو، الشكارتين دول اللي فيهم خلطه اللي احنا لسه مقلبينها. طبعا دي اهي الشكاره اهي فيها الخلطه اهي، لسه مقلبينها مع بعض. وبرده نص شكاره اهي، يعني عملت شكاره كبيره ونص شكاره اهي. الشكاره دي يا جماعه كبيره فاضيه 25 كيلو، خدت لا يعني مليتها الا ربع كده. ودي شكاره نص شكاره، دي الخلطه اللي احنا عملناها ودي الرده اهي. طبعا بقى اللهم صل على النبي، شويه الكناسه دول دي العلف اهو، مكاننا ايه، كنسنا المكان ونضفناه. والحبه دول هنرميهم للبحر. بس بصوا بقى، انا قلت اعمل لكم تجربه عشان تشوفوا. دي شويه رده اهم، هنسلقهم بشويه ميه ونجيب عليهم شويه الخلطه دول، وهقول لكم وهوريكم برده شكلها بعد ما نسلقتها بالميه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى، دي اللي انا بقول لكم عليه، نقسمها بشويه ميه مفرفطه اهي، مش معجنه ولا حاجه. بصوا يا جماعه اهو، نقسمها بشويه ميه عشان لو انت حطيتيها على الخلطه ناشفه كده انت بهدلت الدنيا. فبالطلب اهو هنشيل بقى شويه الخلطه دول نقلبهم عليها. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، هي دي بقى الخلطه. بصوا يا جماعه، بصوا حتى ايدي اهي، بصوا اهي فرفطه اهي اهي. حاجتنا الخلطه اللي احنا عملناها حطيناها زي ما هي، ويا دوبك احنا نسينا. بصوا ايدي ولا فيها ميه ولا فيها اي حاجه، يا دوبك احنا نسمنا الايه اهو، نسمنا الرده شويه ميه بس عشان ما تنشفش ريق الفراخ او زور الفراخ اهو. هنا بقى هنحط ايه، والله انا كنت حاطه لهم بس برضو ايه، هم بسم الله ما شاء الله قالوا يعني. هنا نحط اهو، بنحط كميه هنا وهناك عشان ما يبقاش فيه افتراس اهو. بصوا يا جماعه اهو اهو، حطينا لهم برضو هنا. كانت والله كنت هنا من ساعتين حاطه لهم برضو ميه، وكنت حاطه في الميه شويه نشا للامانه يعني. هو يعني الحمد لله، بس برضو حطيت شويه نشا كوقايه من الاسهالات. هم بس الثلاثه اللي هم تعبانين حطيت نشا للكل. بصوا بقى، عايزه اقول لكم انا كنت هنا من ساعتين وحاطه لهم كميه خلطه كتير. وعايزه اقول لكم والله كنت حاطه، كان عندي خلطه اوريها لكم برضو. بصوا الخلطه عندي خلصت وكان في شويه. بصوا البوله دي كانت مليانه اهي، دي الخلطه القديمه، حطيت لهم نصها ودي نصها. يعني انا دي الخلطه اللي في البوله دي من الخلطه القديمه، حطاهم في الاوضه اهو. فيعني كده كده محطه لهم اصلا خلطه، فهم بسم الله ما شاء الله يعني، اللهم صل على النبي، كلوها يعني. بصوا برضو عايزه اقول لكم بقى، لاحظوا كده على الثلاث بطات، مفيش بطه ما بتاكلش، مفيش بطه ما بتاكلش. اللي هم تعبانين وبعالجهم هم واقفين بياكلوا يعني. اللي سبحان الله يعني، عايزه اقول لكم بياكلوا وبيشربوا يعني. عايزه اقول لكم احسن من بطه سليمه، بس سبحانك يا رب يعني. هي التكتيفه فكت شويه بس برضو لسه على الله. يعني اقول لك مفيش بطه واقفه ما بتاكلش، كل البط بياكل يا جماعه. البط كله بسم الله ما شاء الله، البيور بياكل اهو، والتعبانين بياكلوا، وكل حد كل حاجه بتاكل، البسكوفي وكلهم ماشي. دي الخلطه بتاعتنا كانت النهارده، ودي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ورضاكم، وقدمت لكم حاجه كده تكون كويسه وتستفادوا منها، واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حطوا لنا لايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.